السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون تمام. النهارده بقى جينا لكم بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا. البيدي فور الناعم الدايب دوب، هو مش باين عليه بس هو ناعم جدا، بيدوب كده في البق، حاجة كده في منتهى الروعة. انا عملته بالماكينة النوبيزي. بصوا شكله جميل جدا ازاي، محتفظ بشكله. بصوا الكاكاو اه، بصوا عامل ازاي، نفس الشكل. بصوا نفس الشكل اهو اللي احنا بنعمله، بيطلع نفس الرسمه اهي، ما بيسيحش ولا اي حاجه خالص. يلا نخش نشوف احنا عملنا الحلاوه دي ازاي. بس ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى متابعين في الدنيا. يلا نخش على المقادير ونشوف ايه اللي احنا عملناه ده وعملناه ازاي ده، الجمال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بخير يا رب. النهاردة بقى جينا لكم هنعمل البيدي فور الناعم الدايب دوب. معايا نص زبدة فرن اللي هي دي اهي، الزبدة الفرن واخدة منها نص زبدة الفرن، ومعايا ربع كيلو سكر. هنضربهم ضربة جامدة وارجع لكم. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتذكروا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. وما تنسوش بقى الاشتراك واللايك. بصوا بقى يا جماعه لغايه لما القوام بتاعه يفتح كده، وبصوا الزبده فتحت معانا. هنجيب بقى 4 بيضات او 3 بيضات كبار. هناخد بس الصفار، مش هناخد البياض بالصفار، لا هناخد الصفار بس. بصوا بقى يا جماعه القوام بتاعها فتحها اهو معانا، ماشيين معاكم اهو خطوه بخطوه. جبنا بقى 4 بيضات اهو صفار بس، وحاطين عليها الفانيليا. هنحط واحده ورا واحده لغايه لما تختفي خالص معانا كده زي ما انتم شايفين اهو. ونجيب بقى الثانيه بردك نفس الكلام اهو، نخلصهم ونرجع لهم. بصوا بقى يا جماعه خلصنا كده المضرب خلاص تماما. اللهم صل على النبي كده. ما فيش هنحط بقى الدقيق وهنقلب بايدينا واحده ورا واحده، ماشي. بصوا بقى يا جماعه هنحط بقى الدقيق اهو معاكم، وهنقلب وهنشوف هنعمل واحده واحده كده اهوت، عشان هنعمل بردك نص شوكولاته ونص فانيليا. مش هنخليه بردك ايه ماسك شويه، هنعرف عشان نشيل بقى ايه نصه ونحط نص إيه معلقتين اللهم صل على النبي، معلقتين شوكولاته عليهم الدقيق اهو. نقلب بقى كده بالراحه، احنا ما بنعجنش، احنا يا دوب بس بندخل المكونات كلها في بعضها. وما ننساش بردك معلقتين الكبار النشا دي بتدي النعومه للبيدي فور. بصوا بقى يا جماعه انا قسمت ده وقسمت هنا ده للشوكولاته، ولو عايز دقيق بردك هنحط له، بس هنشوف الاول الشوكولاته الاول. نعمل الفانيليا ونخلصها عشان ايه نفضي ايدينا من العجينه اللي في ايدينا، وبعد كده نخش في الشوكولاته. بصوا بقى يا جماعه انا قسمتهم وعملت واحده بالفانيليا وواحده بالشوكولاته، ماشي. دلوقتي هنجيب بقى مكنه البيدي فور او القمع عندك شغال، هي طريه معانا اهي وملمسها. القمع بردك هيمشي معانا اهي، بصوا هيمشي معانا طريه جدا وناعمه جدا. حتى نفس الكلام بصوا الفانيليا اهو ناعمه جدا، يمشي في القمع ويمشي في المكنه. انا اول مره اجيب المكنه وهمشي معاكم بيها. بصوا بقى يا جماعه انا هعمل اهو، بصوا شكلها جميل جدا اهو. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واوريكم بردك بعد التسويه. بصوا بقى يا جماعه شكله عامل ازاي، جميل جدا صراحه. اول مره اجيب المكنه واجربها معاكم السنه دي، صراحه هي جايالي وهو الحمد لله. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا شكله عامل ازاي، جميل جدا صراحه، عاجبني جدا وفرحانه بيها قوي. كنت الاول على طول بعمل بالقمع بايدي وكانت بايدي بتوجعني، السنه دي الحمد لله ربنا جبر بخاطري. بصوا بقى يا جماعه اهو طلع من الفرن. بصوا شكله هو يا دوب بس ياخد لون خفيف، بس يا دوب 3 دقايق 5 دقايق في الفرن على طول اهو. بصوا ده كده مستوي معانا. اخلص الكميه اللي انا عملتها معاكم وارجع لكم. متنسوش بقى الاشتراك واللايك. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا كل البيدي فور والكميه بتاعتنا. بصوا جميل جدا وشكله تحفه جدا. بصوا الرسومات بتاعتنا والنقشه محتفظه بشكلها ازاي، جميل جدا. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه يا احلى متابعين في الدنيا.